يا عم اتقي الله يا عم. يا عم اتقي الله يا عم. يا عم حرام عليك يا عم. انا كان قلبي حاسس، وامبارح الشناوي عمال يقول لك الزمالك وفريق كبير والمنافس الاول، انا كنت عارف انه هيعمل لنا استغفر الله العظيم النهارده. بس حرام عليك يا اخي، اتقي الله فينا، يعني اتقي الله في لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك. احنا تعبنا حرام، ولا دوري ولا سوبر. طب نعمل ايه؟ يعني انا اقول لي يعني بقى يعني انا بقى ابقى ازاي وانا بلعبك؟ يعني انا ما انت برضه يعني ما انت احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي برضه، يعني ما انت برضه يعني ما برضه يعني ده يا جدعان يعني والله العظيم ثلاثه احنا ما يعني. وبعدين احنا اصلا نص اللعيبه اللي عندنا عبط، يعني شيكو بانزا اصلا زي ما محمود الليثي وعمر كمال بيغنوا قبل البتاع. طلع السبليف بتاعه اشتغل، طلع لوحده يا عيني لقوه واقف يعني. ما برضه احنا تعبانين برضك، يعني انت يعني شكرا سبحان الله احنا ده يعني راحت مننا. فانت انت يعني لما تيجي تحط نفسك مكان الناس بتاعت ليه انا لما تتحدى ده الجون اللي انا جبته، الجون الهدف يتيم يعني يعني لغاه الحكم. طب ليه؟ طيب من الاول، طيب فقدنا النطق وما بقناش ما بقناش عارفين، مش قادر اخد ولا يعني. ما حرام برضه اخوانا والله حرام. وبعدين التاني عامل شبه الكونغر طالع بينط على الكوره طب شيل ايدك من الموضوع، شيل ايدك هاتها وراك، شيل ايدك خلي الكوره تخش في الشناوي. انا اي نمره ده احنا عمرو اديب امبارح قاعد يقول لك فرقه المليارات وشامم ريحه جنون. ده شامم ريحه شياط يا كابتن عمرو، شامم ريحه ده يعني الاكل لزق في الحله لا مؤاخذه يعني. ما يعني خلي بالك برضو احنا برضو يعني في كرامة عندنا يعني. احنا برضو يعني والله العظيم انا يعني مكسوف، يعني محروق من اللي احنا يعني اتروقنا ترويقه النهارده في الملعب والحمد لله. الجرأة اللي كان فيها نادي الزمالك مع النادي الاهلي النهارده ربنا ستر. يعني انت يعني والله العظيم ثلاثة قسما بالله ربنا ستر معانا النهارده. ده انا نازل بنص الفريق عبط يعني. خوان بزيرة ده بيعمل ايه في الملعب؟ يعني يعني عايز افهم بقى، بتعيط ليه؟ يعني انت لما انت تعيط وانت ما بقالكش اربع خمس ماتشات بتلعب مع الزمالك، انا اعمل ايه يعني؟ انتم على وش انا ولا اعمل ايه؟ طيب يعني قولوا لهم يا جماعه يعني وبعدين شيكو بانزا ده كائن يعني ده يروح الاهلي. والله العظيم مشوا الولد ده من الزمالك ودوه الاهلي، لان انا النهارده انا يعني خلاص انا حرام. مش هتبقى دنيا واخره، الواحد مش هيخسر دنيته واخرته بسبب لعيب كره قدم. فيعني بعد اذنكم كفايه، لان الواحد تعب ويعني سلام عليكم. والله ما قادر اتكلم. بس كابتن علي ماهر النهارده اللي شافه من الدقيقه 90 لحد نهايه الوقت الضايع والله لن ينساه طول تاريخه. اقسم بالله ما كان واقف في الملعب النهارده مبلم عامل لهم كده يا كابتن علي. قال له الراجل يا عيني اقسم بالله فقد النطق. تحس ان هو في حاجه غلط، هو مش مصدق يعني. سيبك ان الاهلي كسبان يعني، سيبك من موضوع ان الاهلي كسبان 2-1 دي، كده كده الاهلي كان هيكسب الماتش، واحنا عارفين ان الاهلي كان هيكسب الماتش وهيوصل لنهائي السوبر المصري انا عارف. بس كابتن علي ماهر يعني عمل كل اللي عليه، يعني هو عمل كل اللي عليه. وجت من عند الله في لمستين يد في ال 18 بتاع النادي الاهلي من بعد الدقيقه 90 لسيراميكا كليوباترا، والحكم ولا كانه شافهم. يعني هو بيبص للحكم عايز يقول له ارحمني، اوطي على رجلك ابوسها والنبي انا بلاعب والنبي يعني عايز اي حاجه يعني. الحكم لو حسب ضربه جزاء لسيراميكا كليوباترا الماتش اتقلب بقت 2-2. والعب بقى وقت اضافي، يا اما تلعب ضربات جزاء بقى وانت هتشوف ايام زرقاء بقى خلاص بقى. يعني سيراميكا كليوباترا انت اديته امل في الحياه ان هو يرجع تاني ويوصل مكانك النهائي. يعني كابتن علي ماهر اتصدم والله العظيم، اتصدم. يا عيني هحط لكم الصور في الكومنتات عامل كده مش يا جماعه في ايه؟ مين ده في والله لمستين يد في ال 18 بتاع الاهلي باينه. جمهور النادي الاهلي ذات نفسه هيقول الكلام ده في الكومنتات، باينه في لمستين يد، لو واحده فيهم مش صحيحه فالثانيه صحيحه. والحكم يعني عمل من بنها قال له لا والله الاهلي هيوصل النهائي، يعني هيوصل النهائي. مش عارف هو احنا اصلا هنعدي له؟ يعني احنا كنادي الزمالك هنعدي له؟ انا الله مش عارف. الاهلي وصل النهائي هيلعب بيراميدز معروفه.